اهلا، كي دايرين؟ كلشي مزيان بخير. غادي ندويو اليوم على مفهوم اخر، يعني غنفتحوا رؤيه جديده على الحضور. اليوم غادي نربطوا الحضور بشكل اساسي مع الرزق، لان هذا هو الشيء الاساسي اللي اصلا الناس مربوطه به. الرزق. غتكون فايت سمعتي جمل بحال خليك واقعي، خليك ارضي، خليك في الحياه معنا، ما تطيرش. خصك تكون واقعي وخصك تكون هذا، لكن واقعي هي انك تكون فاهم العوالم ديالك ما بين الداخل وما بين برا. انت كتلقى الناس ما فاهمينش الداخل ويقول لك خليك واقعي. فين هو الواقع؟ وريني الواقع ديالك امسيو، خليني واقعي، وريني الواقع ديالك كيفاش داير. ايوا، ندخلوا في الموضوع مباشره. جالس على واحد الشجيره كتزعلل. غندير لكم فيديو ان شاء الله في هذا المكان هذا. نجي الصباح نجيب معايا فطور، نجيب معايا الغداء، علاش لا. دابا كنت جاي باغي نضرب شي ستوري مع راساتي، ستوري خفيف بحال ما كان نشرب انستغرام. ساعات حنا دايرين فيديو، اللي مكتب هو اللي مكتب، لكن راه درنا النيه، درنا السبب، جينا نجريو ونترينيو على راسنا اكسيتيرا. ف اشنو خويا ايمن العلاقه ديال اشنو هو خويا ايمن العلاقه ديال الحضور بالرزق؟ العلاقه ديال الحضور بالرزق بحال كتقول لي شنو العلاقه ديال الدم بالجسد. دابا واش بلا دم الجسد غادي يمشي؟ لا. الدم اللي ما عندوش الجسد فين غادي يكون؟ ما عندوش فين يكون، غيكون بحال الماء. كذلك الجسد بلا دم ما يقدرش يتحرك، ما فيش الحياه. سو هي حاجه وحده، هذه هي الحضور والرزق. نعطيكم قصص من القصص اللي دزت مع الحضور. وهلي شحال ديال المقاومه، شي داك الانسان الجدلي، داك الانسان المادي، داك الانسان اللي كيقول لك خليك واقعي، اكثر اكثر منه يمكن. الموضوع هو موضوع عصبي، اعصاب، فيها ذكريات معينه، فيها معتقدات معينه، فيها تحجرات معينه. وكتلقى اغلب الناس متشبتين بهاد التحجرات وبهاد الاصنام الداخليه، ما بغاوش يهدموهم. شنو هي افنا لله؟ افنا لله. فني دوك الاعصاب اللي كيقولوا لك كذا هو الصح، كذا هو الصح. خلي الصح والصح 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 وطلع المنظور ديالك وشوف من واحد البعد اعلى. خليك من صح وخليك من غلط، خليك في واحد البعد اعلى. الناس اللي كيسحب لهم نسيت الموضوع، كنبغي نتعمق عاد نرجع. الناس الجداد سو خليك في موضوع في مكان اعلى. راقب الصح وراقب الخطا، وانت شوف وراقب ما فوقهما وراقب ما بعدهما، وجرب هذه وشوف هذه وشوف هذه وشوف هذه وشوف هذه، بلا ما تقول هذا صح وهذا خطا وهذا كذا وهذا تا 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 تا. الرسول عليه الصلاه والسلام على قدها كتعبد اصنام اللات والعزى. فاش كيمشي للغار كيمشي كيشوف الشجر، كيمشي كيشوف السماء، كيمشي كيدير بحال ما هكا، كيغمض كيتنفس. ما غيسمعش حتى هو خليك واقعي، ما يسمعهاش، غيسمعها بطريقتهم، بطريقه اخرى في ذاك الوقت وذاك المكان. فلو انه شاف الناس كثار وهذا هو الصح، ولا انا داكشي اللي كندير كنمشي لذاك الغار هو الخطا، ما كون ما وصلتناش هذه الرساله كامله اللي حياه الامه الاسلاميه وحياه العالم، ماشي غير الامه الاسلاميه. باي ذا واي، الدي ان اي في النور. آه الانسان المستنير كيطلق واحد التردد طاقي، كيطلق واحد الطاقه. فاش كيموت كيخلي واحد الطاقه. الطاقه هذه كتدير تغيير في الكون وما فيه. انت فاش كتغير راه الكون كيتغير معك. راه ماشي ما تشوفش نفسك انت هو هذا في وسط الكون، راه الكون اللي هو هذا في وسطك انت. خذوا شاهقا وزافرا. فكنت في هاد اللعيبه ديال الحضور. المهم بديت في المراحل ديال الحضور اللي كنت كنسميهم مقامات هاله، واحد، زوج، 8. الناس القدام غادي يفهموني علاش كندوي. فكنت كندير
كنسمي المراحل اللي كندير مراحل التطور بهالات المقامات. وصلت لواحد المرحله سميتها الهاله الثامنه. هاد الهاله هادي زعما واحد المقام، واحد التجربه روحيه سمي علماتني زعما انني ما خصنيش نتحرك بزاف، ما خصنيش نجري بزاف، ما نرسلش ميساجات بزاف، يعني ما نديرش حركات بزاف في العلاقه، في الخدمه، في الرزق، في الدار، كذا هذا. انا دابا مازال ما كنقولش لك الاسقاط، كنقول لك ما ديرش ولا دير، ما كنقول لك والو، كنقول لك انا التجربه ديالي هو كانت صعيبه. واه تخيل معايا تكون مريح بحال ما هكا، بحال ما هكا، خصك تخدم، خصك دير، خصك تا ولكن خصك تبقى بحال ما هكا مزير. صعيبه او كتبان صعيبه، لكن في هذا الوعي الحالي في ديك اللحظه داكشي اللي كنت كندير هو الاصح، انني بقيت صابر كنهذب في النفس ديالي. لو انني تحركت باش نجيب الرزق مثلا من داك الموقف غادي نمشي نجيبو من الخوف، لحقاش خصني نجيب سينو ما ناكلش، خصني نجيب سينو غنموت. فهاد الحركه هذه اللي غنتحرك باش نجيب ناكل، سينو غنموت، سينو غنهذا، سينو غنهذا، كتحرك واحد طاقه خوف، طاقه احتياج، طاقه نقص. فالطاقه هذه ماشي احسن طاقه تتحرك بها، غادي تسترزق، لكن رزقك جاي بالخايب ولا بالزوين بين قوسين، خايب وزوين بين قوسين. لكن باش تحرك من هذه المساحه هذه غادي تعاني وغادي تعذب وغادي تجري وغادي تكرفص، والحضور غيمشي، الهبه غتمشي، كلشي غيمشي اكسيتيرا. فاش غتجري من هذه المساحه هذه في علاقه، غادي الاحتياج، التعلق، غتثقل عليها في علاقه، عليها او عليه، غادي تمشي ليك او شي حاجه بحال ما هكاك. فالمنطقه مناش كتحرك، المساحه مناش كتحرك، ماشي هي هذيك. فصبرت صبرت 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 واحد شويه وانا نلتمس واحد السكون عميق، عميق جدا. وليت كنحس باللي الداخل ديالي بارد، ماشي بارد بمعنى مفهوم اخر، بارد بمعنى واحد نسيم. عرفتي بحال هذا الريح اللي كيضرب فيا دابا، برد منه ونشا منه وزوين مليس، كنحس به في الداخل. واحد المساحه جديده تحررات، واحد الراحه، واحد الخشوع، واحد هذا. هذه المرحله او هذا المقام كان كيعلمني، هذه التجربه الروحيه كانت كتعلمني، ماشي كانت كتعلمني نبقى غير جالس، كانت كتعلمني انه كاين واحد الجانب اخر خاصك تجربو يا ايمن. بايدوي هذا راه حضور، راه كتحضر مع انك باغي دير ولكن ما كديرش، حتى كتصفى المساحه من غادي دير. هذيك الاصوات بدات كتنزل، دير هذه سينو، دير هذه سينو غتموت، دير هذه سينو غتولي فقير، دير هذه سينو غتمشي لك غتموت العلاقه، دير هذه سينو غتبلعك الارض، دير هذه سينو غادي كيموت داكشي. كتوصل لواحد المساحه ديال الهدوء، كتولي كتشوف كلشي بحال انت ما كاينش وسط العالم، ما مضاربش معاهم، لكن انت كاين هنا، عارف كلشي شنو كاين، كتشوف كلشي، كتشوف كاع كيفاش انهم من كيطلعوا حتى كينزلوا وكيعاودوا نفس الحياه، ابنائهم، اجدادهم، الى اخره، نفس الكارما، نفس الحياه، نفس العقد، نفس الحياه، نفس الخدم، لا نموت لا نعيش الى اخره. فكتولي كتشوف كلشي وانت هادي، كتولي هنا متصل بمقام الوعي الاعلى. هذه كانت التجربه ديالي، ووصلت في ذوك المراحل، يعني بقيت كندرب نفسي على ديك المراحل وعلى داك الصبر، توصلت لواحد المرحله سميتها مقام الهاله 13. المهم انا دابا هاد المقامات هي تجارب روحيه، لكن انا عطيت لها واحد الاسم، فما تاخذهاش عليا، فهمتي بلان كيفاش داير. التجربه ديالي والتجربه ديال اي واحد، وكاين اللي غيشوف نفسه في التجربه، وبيضاوي هي مقامات حقيقيه لكن انا عطيتها اسم. وصلت لواحد المقام سميتو 13، يعني ما بين الهاله 8 و 13 كان دازت واحد 20 يوم ديال التدريب الروحي على داك الشيء، ديال انني نحاول ما ندير والو، ومن بعد وليت كندير شويه وكنريح بزاف. مثلا غير في البدايه هنا كنت كنفني ديك الهويه القديمه اللي كل الحركات ديالها من الخوف، كل الحركات ديالها من الهروب، كل الحركات ديالها من الجري خلف الشيء كما كان هذا الشيء. فالهدف ما كانش عقاب اني ما نجريش، اني ما نسعاش. الهدف كان انني فاش نسعى من كماليه. مثلا واش انا دابا
غادي نصيفط هذا الفيديو هذا، لحقاش انا دابا محتاج مثلا 10 دراهم ديال ادسنس اللي غتوصلني من هذا الفيديو. هادشي اللي كملات 10 دراهم. واش انا دابا هذا هو الدافع اللي كيحركني باش نصور لك هذا الفيديو، باش نربح 10 دراهم من الفيديو؟ ما غاديش نصور الفيديو اللي كنت غناخذ 10 دراهم. علاش نصور فيديو؟ تخيل معايا جيت بالنيه ديال انني بغيت 10 دراهم ديال الفيديو ندير بها قهوه، ما غاديش نصور، او غنصور وغنتسقرم وغنكون في شكل. لكن المساحه اللي جاي مساحه خلي الفلو يدوز، خلي الرساله تدوز، خلي الاستمتاع يدوز. انا دابا كنستمتع، كاين 10 دراهم لا 2000 درهم كنستمتع، كندير شي حاجه انا كنستمتع بها. اون بليس كنوصل واحد الرساله مباشره، يعني واحد النفع. انا تنفعت سو كننفع، سو عمليه التبادل اللي في الكون انني كنستقبل وكننفع، كنستقبل وكننفع، كنستقبل وكننفع. هنا دائما غيبقى يجيني استقبال وارزاق ووفره، لانني دائما كنعطيه ما كنبخلش. وكذلك انت ابتسم لبنادم، سلم، ماشي تدلل راسك، كل حاجه بقيتها سلم، نصيحه في وقتها في مكانها، بعد الطلب، وما تستغلش. يعني باش ما تمشيش مع الكلام حرفي، كنقول لك شنو دير وشنو كاين. فنفع الناس، نفع العالم، صدق ونسى، ما تسناش ترجع لك. دير الخير، دير نشر معلومات، دير شي حاجه. المال في النهايه هو تبادل للقيمه قبل من الورق. وصلت لهاد المرحله اللي سميتها مقام 13، سميتها المقام المحمدي. المهم زوين، ما عليناش. مقام 13 هنا ديك الخبره اللي تعلمت في ديك 20 يوم بدات كتجلى على شي واحد الاشعاع نوراني. هنا جاء وقت المكافآت او شويه ديال الثمار باش نكمل في الطريق. باي ذا واي حتى الفيديوهات ما بقيتش كنصورهم في هذيك المده، يعني كنت كنصور فيديو في السيمانه جوج، كنت كنصور فيديو في السيمانه، وقفت واحد الشهر ما صورتش. يعني كانت ضمن انني ما غاديش ندير حركه باش ما نصورش فيديو من احتياج باغي فلوس. لا، هذا غادي نصور من انا مرتاح، ما بيت والو، ولا جات شي حاجه كنستقبلها. فهمتي؟ ما كتبغي والو، ولكن كتستقبل اي لعيبه جاتك من النور، بل وكتكون مكافاه من السماء لك. فوصلت لديك المرحله. تخيل معايا في الدار الراسي بحال ما كان الليل. هذه باي ذا واي شي عام وشهرين تقريبا في الدار الراسي. نقول لك جيبي ما فيه درهم، جيبي ما فيه درهم. غادي تشوف الملامح ديالي باش ما تقولش لي الماء جيبي فيه ما فيهش درهم. الملامح ديالي عرفتي كيفاش دايرين هكا. يا إخواني استمعوا وأنصتوا، أنا كنت أتحدث من خشوع، واحد الخشوع، واحد النشوة، واحد الراحة. لقيت كل شيء حرفيا، لقيت كل شيء. المهم وقت غادي نعس ذاك النهار بالضبط، واحد النهار كنت غادي نعس بلا عشاء، بلا غدا، بلا عشاء، بلا غدا بلا عشاء، حتى الفطور ما كانش كامل. المهم فجيت الناس صونا الخوادري، بلاتي ماشي صونا، الاخ ديالي جا للدار، سلام بخير. غادي جاب معاه نص دجاجه محمره، الفريت، الشلاضه، الماكله، الخبز مناضه، عصير، حليب، البن، دانون. ياك قال لي ما كاينش الوالده؟ قلت له ودي لا ما كايناش، مسافره. قال لي ودي جبت نتعشى وكاين زعما الوالده، زعما جاب على قبل الوالده، فاذا بها ما كايناش، كاين انا. وشوف الرزق كيفاش تيسر. الغد ليه هو اللي عيط قبل. الو شنو نجيب لك؟ ما شكيتش عليه، ما قلتش ليه حال ما ديالي. الو شنو نجيب لك؟ ساندويتش ولا دجاج محمر؟ جيب دجاج محمر. كنستقبل، اكسبتي، ديما استقبل الخير واستقبل الرزق. شكون اللي قال لي صوني؟ شكون اللي قال لي اصلا يجي داك النهار؟ شكون اللي قال لي؟ وجاب مع داك الشيء وخلى لي المصيرفه ديالي، ما طلبتش منه. صافي الاشعاع، النور غادي يبان، غادي تسترزق بداك النور. انت اصلا في ديك المرحله كيكون فيك واحد النور. هذا النور هذا
الناس كتتنفع به، الناس كتحس بالراحه بجنبك، الكون كيخدم بك من خلالك، من داك النور اللي فيك. فهو الكون، الناس، العالم كيستافد من طاقتك، فاوبليجي على الكون كيخلصك، عمليه التبادل. فهنا بديت كنلتمس مقامات الحضره والحضور والى اخره، وهذا الشيء اللي بديت كنشارك معكم نيت في مسار استعاده الحضور والهيبه. الحضور هو واحد الحاله فاش كتكون فيها الرزق كيجيك، كتكون في واحد الحاله ديال الحضور. فاش كتكون في حاله حضور كتقدر تدوي بهدوء، يعني في مقابلات العمل او في الخدمه مع الزبائن. دابا تخيل معايا مقابله عمل، غدوي معاه بحال هكا، غدوي معاه بالخاطر، غدوي معاه بثقه. الفرصه ديالك اكثر من انك الا ما كنتيش حاضر، يعني غتقبل بواحد النسبه كبيره جدا. ولا كنتي مثلا سرباي ولا اي لعيبه، مثلا كتعامل مع زبائن، وهاد الزبائن نورمالمون خصهم يعطيك بروفوار، يعني كتعامل بثقه وبهدوء وبسيرفيس وبحضور، غير بحضور بعدا بلي يجيك رزق. وفاش كنت سرباي بيان سور كنت حاضر الناس كتعطيني بروفوار صحيح 200 درهم 100 درهم 100 درهم 200 درهم واكثر، وكيقولوا لك انت ماشي ديال هنا، وكيقولوا لك انت واو، كيقول لك انت السيرفيس ديالك واعر، علما انك انت غير خدمتي معاهم غير بشويه. داكشي اللي كيديروا كلشي درتي انت، ولكن انت كديرها بحضور، فكيحسوا بطاقتك. يعني الحضور مهما كان موقع عملك، مشروع، بزنس، رائد اعمال، ترينر، كوتشين، تيتشين، طبيب، فرملي، سرباي، عامل نظافه، الحضور غادي يخدم معك. حتى الا ما عندكش خدمه الحضور غادي يخدم معك، غادي يجيب لك فرص، او غادي يحفزك انك تقلب على الفرص، تخلق فرص، او على الاقل يوصلك لواحد حاله سلام داخلي اللي غتخليك تشوف الامور بوضوح وتشوف الخطوات التاليه ديالك. الحمد لله. وكتولي بحال شي دري صغير، كتولي بحال شي دري صغير 20 عام 30 عام 40 عام 50 عام 60 عام ما كيهمش، كتولي بحال شي دري صغير. فاش نقول دري صغير ماشي حركه طفوليه، دري صغير لداخل مرتاح، تقدر تضحك، تقدر ترطب الهضره، تقدر تكون حنين رحيم زوين، وفي نفس الوقت عندك حدود، عندك قوه، عندك وضوح، فكتكون اليز الفريز. كان هذا هو الفيديو، نتمنى نكون انني نفعتكم، نتمنى انني نكون وصلت شي حاجه لشي شخص، ولو شخص واحد يستافد. نتمنى نكون وصلت واحد الانرجي على الاقل زوينه، معلومه زوينه، طاقه مزيانه، تغيير زوين. وانا متاكد جو سوي سيغ اي سيغتان ان هذا الفيديو غادي ينفعك، وغادي يغير شي حاجه فيك، غادي يغير شي مفاهيم عندك لداخل، سواء دابا، سواء من هنا لساعه، من هنا للنهار، من هنا لاسبوع، من هنا للشهر، من هنا للعام، انت وحسب مرحله التطور ديالك. لكن التغيير راه باي كيحدث وانت كتفرج في هذه الفيديوهات. خصكم تعلموا تفرقوا ما بين فيديو عادي او ما هدفش، او هدف معين الضحك او شي لعيبه بحال هكا، وهدف خاص بالانرجي، فهو كينقل لك واحد الخبره معينه. فيمكن نقول نشد دابا معلومه واحده ونبقى نعاودها في كل فيديو، لكن نفس ديك المعلومه اللي كتسمع كل مره كنعاودها، الحضور ديالي والخيال وهذا اللعيبات كنكون مندمج، سواء انا سواء اي انسان كنوصلها من ديك الخبره اللي دزت. مثلا اليوم نقدر نشاركك دابا هذا الفيديو بنفس هذه المعلومات، دوز واحد السيمانه نشاركك مثلا نفس هذه المعلومات بالحفظ بالحرف، نفس هذه المعلومات غتوصلك طاقه مختلفه على هذه الطاقه، لانه من هنا الاسبوع غادي يتضافوا لي خبرات جديده، طاقات جديده، اكسبيريونس، فتوحات جديده، رساله جديده الى اخره، فغتوصلك اكسبيريونس جديده. فهمتي؟ يعني المعلومه ما كنستقبلوهاش فقط، كنستقبلوا ما خلفها، يعني الطاقه خلف المعلومه. فلما حسيتي بانك ما استقبلتيش الطاقه خلف المعلومه، رجع عاود الفيديو وبدا تنفس معاه،
باش تستقبل الطاقه خلف المعلومه، باش تستقبل الحاله العاطفيه، باش تستقبل الطاقه، باش تستقبل الاكسبيريونس الطاقيه. وهذه كتنفعني ولاحظت ايضا في اصحاب الحضور انهم كيستقبلوا الطاقه من عند دوك المدربين الكبار والى اخره. كنلقاه كيدوي بحاله او عنده معلومات ديالو او شي حاجه بحال هكاك، هو ما حفظش، هو غير استقبل الحاله الطاقيه ديال داك الشخص اللي قدامه، هو استقبل الاكسبيريونس بالروح. المهم، مسار استعاده الحضور والهيبه ضفت فيه جلسه مسجله قويه لتطهير برمجيه المال وفتح استقبال المال وتطهير معيقات المال، كارمات المال، زائد كنعطي فيها ورد قوي جدا ديال المال كيبقى معاك ديما. كل ما ضاق عليك الرزق، كل ما واو داك الورد كديرو حرفيا شفت في داك الورد معجزات. لقيت فيه فلوس، ماشي كنقول لك غتلقى فلوس، لقيت فيه فلوس، هذيك غير علامه. لقيت فيه فلوس، جاوني فرص، دي زابيل ديال الخدمه. تخيل معايا عام ونص تقريبا، ما خدامش، لا ماشي عام ونص، تقريبا 8 شهور، المهم تقريبا 8 شهور ما خدامش. جاتني ابيل ديال الخدمه، وحده وزوج وثلاثه، وليت انا كنتشرط. فمسار سعي الحضور دابا ولا يعني كملته، طبعا هو عمل داخلي وكيبان على برا، كملته ما بين الحضور وما بين الرزق. يعني كتكمل الحضور ديالك كامل، الاوراد، جلسه تطهير الصدمات، كتاب الحضور والهيبه، ثم كذلك كيجيك الجلسه اللي قلت ديال المال والورد ديال المال. ابار كاين جوج هدايا. الهديه الاولى هي جلسه جماعيه كنجمع فيها الناس، جلسه جماعيه من بعد ما كدوز المسار كتصيفط ليا في الواتساب، كندخلك واحد المجموعه وكنديروا جلسه جماعيه كنطهروا بها الفينيس ديال الحضور، كنكون حاضر معك، فكيكون تغيير فوري. انت من بعد، انت قبل ماشي هو انت اللي بعد، فكتنتقل من حاله لحاله، من شخص ما حاضرش، محقور، منبوذ، ما عندوش هيبه، ما عندوش حضور، فاشل، ما عرفش شنو يدير، او بلاش فاشل، ما عندوش، ما عرفش شنو يدير، ما عندوش وضوح الى اخره، الرزق محبوس الى اخره، لشخص حاضر، واثق، واعر، واعي، عارف شنو كيدير، الرزق، الفتوحات كيجيو، كيقدر يقدم على مقابلات، يقدر يقدم في هنا، كيقدر يخلق فرص، كيجيو افكار باش يدير الرزق، كيجي الرزق، كيجي فتوحات الى اخره، من هذا الشخص لهذا الشخص. وطبيعه الحال المسار 7 ايام فقط وغادي تشوف النتيجه، ولا ما شفتيش النتيجه تواصل معايا في الخاص وغادي نرد لك الاموال ديال الاستثمار ديالك، نعم، وبكل هذه الثقه والشفافيه والامانه. كان معكم ايمن، رساله الحضور.